القهوة مش هتطير واللعب مش هيخلص، بس صدقني الفرحة الحقيقية لما تجيب أول دولار بمجهودك وأنت لسه طالب، ودي كانت أجمل لحظة أنا عديت بيها في حياتي وأنا صغير. وبصراحة أنا ما جبتش دولار واحد، أنا جبت 10 دولار. ممكن أبقى أقول لك في فيديو تاني أنا عملت بيهم إيه. الصيف ده مش للراحة، الصيف ده لبناء نفسك أو لبناء البيزنس بتاعك. مش لازم تبقى خبرة 10 سنين عشان تشتغل. في مهارات برمجية مطلوبة جدا وسهلة جدا، ممكن تتعلمها في شهرين وثلاثة وتبدأ تشتغل بيها فورا. وده اللي أنا هحكي لك عليه الفيديو ده. روح هات شاي بقى وتعالى نتكلم مع بعض شوية. في مهارات برمجية مهمة ومطلوبة جدا واحنا بنسميها النو كود لو كود، او لو هنترجمها هتبقى البرمجه من غير اكواد او منخفضه الاكواد. المهم سيبك من العربي، انا مش بحب اصلا اترجم المصطلحات للعربي. المهم المهارات دي تقدر تتعلمها في اسابيع او شهور قليله وتبدا تشتغل بيها على مشاريع عمل حر حقيقيه. تعالى بقى في الفيديو ده اكلمك على كام واحده فيهم. جبت الشاي؟ يلا بينا نبدا. اول مهاره برمجيه مطلوبه حاجه بنسميها الوورد بريس. تعرف ان 40% من المواقع اللي موجوده على الانترنت النهارده مبنيه باداه اسمها وورد بريس؟ يا خبر، ازاي؟ ايه هو وورد بريس ده؟ وورد بريس يا باشمهندس هو فري كونتنت مانجمنت سيستم، او اداه مجانيه بتسمح لك تعمل مواقع على الانترنت من غير ما تحتاج تكتب كود. موقع وورد بريس ده فيه ادوات قويه زي مثلا اداه المنتور اللي بتساعدك تبني مواقع ضخمه عن طريق بس الدراج اند دروب، او اللي احنا بنسميها السحب والافلات. ودي حاجه قويه جدا، انا شخصيا اشتغلت بيها ووفرت عليا وقت ومجهود، وحقيقي ما كتبتش كود خالص. بمناسبه ده الدراج اند دروب، فرقم اتنين هي المواقع اللي بتسمح لك تعمل ويب سايتس كبيره او مواقع ضخمه من غير ولا سطر كود واحد، برضه من خلال السحب والافلات. وصدقوني في زمن الاي اي ما بقيناش حتى محتاجين نوجع دماغنا. يا دوب كل اللي هتعمله انك هتكتب للاي اي انت محتاج الموقع بتاعك يكون شكله عامل ازاي او عباره عن ايه، او يا سيدي تكتب له سطر واحد ان الموقع بتاعي بيقدم الخدمه الفلانيه وهو هيعمل الباقي. امثله على المواقع دي زي بابل وسوفتر وهوستنجر ومواقع كتير جدا غيرهم بتساعدك صدقني تبني ويب سايتس كامله بدوسه زرار واحده من غير ولا سطر كود واحد. والمواقع دي اسرع واسهل بكتير من وورد بريس. ثالث حاجه بقى، بتلاحظ على فيسبوك ان في مثلا صفحات بتبيع منتجات معينه وبمجرد ما تكتب تعليق ليهم على البوست بيردوا عليك فورا ويبعتوا لك رساله كمان فيها كل التفاصيل؟ بتحصل مش كده؟ خدت بالك منها؟ ده يا هندسه اللي احنا بنسميه الورك فلو اوتوميشن او اتمته بيئه العمل. الاتمته الاوتوميشن. قلت لك مش بحب اترجم المصطلحات الانجليزي. المهم يعني ايه اوتوميشن؟ دايما هتلاقي في كل مكتب او كل شركه في ناس معينه بتعمل مجموعه من الوظائف ورا بعض بشكل متكرر يوميا. كل يوم الناس دي بتيجي تعمل نفس الحاجه بالظبط، 1 2 3 4 1 2 3 4. نفس الحاجه بتتعمل كل يوم كذا مره وبتتكرر كل يوم. نفس الحاجه بتتعمل كل يوم وبتاخد وقت طويل قوي. فاحنا بقى بدانا نفكر ليه ما نخليش الحاجه دي تتعمل لوحدها وتوفر علينا وقت ومجهود. ومن هنا بدانا نستخدم التكنولوجيا عشان نعمل الموضوع ده، عشان نتعامل مع المهام المكرره دي بصوره تلقائيه بدون تدخل مننا، وبكده نكون وفرنا وقت ومجهود. موضوع الاوتوميشن ده بيفكرني بمفهوم برمجي مهم جدا اسمه الاف كونديشن، وهو حرفيا مبني على المبدا ده، انه ببساطه لو حصل كذا اعمل كذا. وده حرفيا بيقلل نسبه الاخطاء وبيوفر وقت وفلوس كتير جدا. طيب تتعلمه ازاي؟ في مواقع كتير زي مثلا موقع زابير وان 8 ان وميك دوت كوم ومواقع تانية كتير. ممكن تبحث على يوتيوب على كورسات للمواقع دي وتبدا تتعلمها. طيب يا بيشو اتعلمنا مهاره واتقناها وعملنا بيها مشاريع كمان، هنلاقي فين بقى العملاء اللي تشتري مننا المهاره دي؟ سيادتك بعد ما تتعلم مهاره من المهارات اللي احنا قلناها هتجري فورا على موقع اسمه خمسات او مستقل او حتى ابورك لو الانجليزي بتاعك كويس. هتبدا تعمل بروفايل شيك وتحط فيه المشاريع اللي انت عملتها وتقدم خدماتك باسعار بسيطه في الاول عشان تبني سمعه ويجي لك عملاء. وعشان اكون امين معاك هنا هتقابلك مشكلتين لازم اقولهم لك دلوقتي عشان ما تتصدمش. اولا الفلوس في الاول هتكون بسيطه قوي، وممكن كمان تعمل شغل ببلاش لاول عميل بس عشان تجيب تقييم. بس صدقني الخبره اللي هتاخدها وانت في سنك ده لا تقدر بمال. انت هنا بتتعلم سوق مش بس كود. وتاني مشكله هتقابلك هو اول عميل. اول عميل ده انت ممكن تجيبه بعد يوم، بعد اسبوع، بعد شهر، او حتى بعد 3 شهور. انت عليك تسعى وتجتهد ومالكش دعوه بالباقي. الجمله اللي بتقول اتعب دلوقتي ترتاح بعدين، صدقني دي جمله حقيقيه. اتعلم دلوقتي وانت ما وراكش حاجه وما عندكش مسؤوليات، واكتسب مهارات وادوات عشان يساعدوك لما تكبر. عشان صدقني لما تكبر مش هيبقى عندك وقت وهتبقى محتاج فلوس في اسرع وقت. انت دلوقتي بتشتري حياتك في المستقبل. ما تنساش بقى تقول لي في كومنت ايه اكتر مهاره لفتت انتباهك وهتبدا تتعلمها، ولو محتاج نعمل فيديو على مهاره معينه عرفني في الكومنتس. ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب. اشوفك الفيديو الجاي.